سلام، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير وتكون احوالكم جيده. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوش بكريمه ديال اللوز، كيجي رائع في المذاق ديالو. كيجي هاد لي بريوش خفيف بزاف، كيجي قطني ما تشبعوش منه. الا جربتوه من الاول خطره غادي يولي معتمد عندكم. وحتى الكريمه اللي فيه كتكون واحد الكريمه تاع اللوز اللي لذيذه بزاف، يعني ملي كتاكلوا كتحسوا بالكريمه ديال اللوز، ما كتجيش فيه قليله، كتجي كثيره هذيك الكريمه وكتحسوا بالمذاق ديالها. وكيجيو مفشفشين وخفافين هاد لي بريوش، كيجيو قطنيين. غتبعوا الفيديو حتى الاخر باش ما تفلتوا حتى شي حاجه. ودابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا غنحتاجو 2 معالق كبار ديال الخميره الفوريه، غنزيدو عليهم كاس لاروب ديال السكر اللي هو تقريبا واحد 75 غرام. غنحتاجو فانيا من فئه 7 غرام ونص، كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء. هنا الحليب والماء العبار ديالهم 150 ملي، يعني الكاس ما كيكونش عامر، كيكون ناقص غير واحد شويه. هنا 60 غرام ديال الزبده اللي هي نص كاس زبده تكون حيوانيه، بيضه كامله وبياض بيضه، يعني ديك البيضه اللي غادي ندهنوا بها لي بغيوش. خديت البياض ديالها حتى هو زدته هنا باش ما يضيعش. صافي كنخلطوا هاد المكونات كامله مزيان، وكنضيفوا خميره من فئه 8 غرام، قبصه ديال الملحه، و6 الكيسان العنبه ديال الدقيق اللي هو 600 غرام. هذا الدقيق راه ديجا غربلته. صافي كنبقاو نخلطوا بالسباتيو على هذا الشكل. من الاحسن بلا ما ديروا يديكم، حيت غتبقى تلصق لكم العجين، حيت العجين خصها تكون منخوفه باش يجيكم هذوك لي بغيوش خفافين ويجيكم قطنيين. صافي هنا من بعد ما خلطت العجين ديالي كتجي على هذا الشكل كيف ما شفتوا، كتجي كتلصق. صافي كنجيب واحد المول اخر اللي كندهنوا بشويه ديال الزيت وكنوضع فيه العجين ديالي على هذا الشكل كيف ما شفتوا. راه دغيا كتوجدوا هاد لي بغيوش، راه ما كياخذوش منكم بزاف ديال الوقت، دغيا كيوجدوا وكيجيو خطيرين بزاف. صافي من بعد غادي نقاد هاد العجين ديالي على هاد الشكل كيف ما غتشاهدوا في الفيديو. كنبقى نجمعها بهذا الشكل. صافي من بعد غنغطيها وغادي نخليها تخمر. الا كان الحال سخون راه واحد نص ساعه دغيا كيضاعف الحجم ديالها. الا كان الحال بارد واحد ساعه الا ربع دغيا كتخمر لكم. يغطيوها مزيان. صافي هنا من بعد ما خمرات لي العجين كتصبح على هذا الشكل. صافي دابا هنا غادي نفرغها من الهواء اللي فيها ونبدا نخدم بها. صافي غنحطها فوق سطح العمل. صافي وكتقطعوها على الاحجام اللي بغيتو نتوما. بغيتوهم كبار او صغار، المهم الا درتوهم صغار بزاف راه ما غتقدكمش هذيك الكريمه في هاد الكميات اللي بغيوش كامله. الا درتوهم صغيورين يعني ديروهم متوسطين شويه، ولا شات لكم العجين ما قداتكمش الكريمه، ممكن هذيك العجين تعمروا لي بغيوش ديروا فيهم الشوكولا او تخليهم غير ناتوريل هكذاك، تدهنوهم بالكونفيتور او تعمروهم بالكونفيتور، يعني راه كيجيو زوينين. صافي هنا كنقطع لي بغيوش ديال القياس اللي بغيت. صافي كنبقى كنلولبهم على هذا الشكل، ومن بعد كنوضعهم في اللاطا على هذا الشكل وكنخليهم حتى كيخمروا، حتى كيضاعف الحجم ديالهم. راه دغيا كيخمروا لكم بعد 15 دقيقه دغيا كيطلعوا. صافي في هذا الوقت غندوزو باش نوجدوا الكريمه ديالنا. هنا في واحد الاناء غادي نوضعوا 100 غرام ديال الزبده، تكون درجه حراره ديال المطبخ اللي هي 2 معالق كبار. هنا كنضيفوا نص كاس العنبه ديال السكر اللي هو 3 معالق عامرين يكونوا كبار، وكنضيفوا فانيا من فئه 7 غرام ونص، ونزيدوا لهم بيضه كامله بدرجه حراره ديال المطبخ. الا درتوا البيضه كانت مثلا بارده من الثلاجه راه كتبرد لكم هذيك الزبده وما غاديش تخلط لكم هذه الزبده مع هذه المكونات وغادي تعذبكم. يعني ضروري البيضه تكون بدرجه حراره ديال المطبخ، والزبده حتى هي ضروري تكون بدرجه حراره ديال المطبخ. خرجوها قبل من الثلاجه باش دغيا يتخلط لكم هذه المكونات وما تمحنش هذيك الزبده. صافي هنا غادي نبقى مستمره حتى غادي نخلط هذه المكونات كاملين مزيان. ومن بعد غادي نضيفوا اللوز. هنا اللوز استعملت اللوز بلدي، ممكن ديروا السار الرومي اللي كان عندكم. درت 100 غرام اللي هو كاس العنبه عامر بالحبوب ديال اللوز، وكتمسحوهم مزيان من الغبره. من بعد كطحنوهم، اللوز هنا راه خضر، صافي كطحنوه حتى كيصبح لكم على شكل بودر. ومن بعد كتخلطوه مع هاد المكونات. وهنا راه زدت قبصه ديال الملح نسيت ما قلتها لكم. صافي واخر حاجه كنضيفوا اللي هي معلقه كبيره ديال النشا. صافي كنخلطوا على هذا الشكل بالسباتيو حتى كتدخلنا هذيك النشا مع هاد المكونات كاملين مزيان. صافي هنا الكريمه ديالنا راه واجده. دابا غندوزو باش نعمرو لي بغيوش ديالنا. ممكن ديروا هاد الكريمه في بوش، ممكن تعمروا لي بغيوش ديالكم غير بمعلقه.
صافي هنا من بعد ما ضاعف الحجم ديال لي بغيوش ديالي على هذا الشكل، كناخذ كاس كندهنو بشويه ديال الزيت من التحت، وكنبقى كنغرق في لي بغيوش ديالي على هذا الشكل، وكنعاود نقادهم بيديا كيف ما كتشاهدوا. صافي باش كنوسع هذيك البلاصه فين غادي ندير الكريمه. بالنسبه لهنا قبل ما ديروا الكريمه ضروري كدهنوا هذوك الجوانب ديال لي بغيوش بالصفر ديال البيضه اللي احتفظنا بها في الاول، كدهنوا بهاد الجوانب كاملين مزيان. صافي عاد من بعد غنعمروا لي بغيوش ديالنا بكريمه ديال اللوز. بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش معايا في القناه ديالي، نتمنى تشرفوني في قناتي وتشتركوا معايا وتشجعوني، وما تنساونيش باللايكات ديالكم بالكومونتيرات ديالكم الزوينين، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. صافي هنا من بعد ما دهنت لي بغيوش ديالي كاملين مزيان، دابا غنبدا نعمرهم بالكريمه. صافي هنا كندير معلقه كبيره ديال الكريمه على هذا الشكل. المهم هاد الكريمه انا عمرات ليا 2 لاطات، يعني صوبت خرجت ليا 18 قطعه. ولا شاطوا لكم مثلا شاط لكم شي حاجه العجين ممكن تعمروها نتوما، هادشي الا ما درتوهمش كبار شويه ودرتوهم صغارون بزاف ممكن تعمروها بالشوكولا بكريمه ديال الشوكولا بالكونفيتور، او تخليهم ناتور، ممكن تعمروهم من بعد ولا تاكلوهم غير هكذاك باي حاجه كيجيو زوينين. او ممكن من الاول تعمروا كلشي، تقسموا على 18 حبه ولا 16 ولا 17 اللي كان. صافي هنا من بعد ما عمرت لي بغيوش ديالي كنزوقهم باللوز ايفيلي، كنغطي به هذيك الكريمه. وممكن لو متوفرش عندكم ممكن ما ديروش، يعني الكريمه راه كافيه، راه ما كتسيح ما حتى شي حاجه. صافي في هذا الوقت انا رجعت الفران على درجه حراره 180، كنشعل عليه من التحت ومن الفوق حتى كيسخن. عاد من بعد غادي ندخل ليه لي بغيوش ديالي وغادي نرد لهم البال، حيت راه دغيا كيطيبوا دغيا كيتحمروا، يعني ردوا لهم البال غير يبان لكم تحمروا لكم من التحت، تفوا عليهم العافيه من التحت وتسناهم تيتحمروا من الفوق. انا كنشعل من الاول تحت والفوق، هي لتحت راه دغيا كيتحمر انا عندي الفران. هادشي علاش خصكم تردوا معاهم البال باش ما تحرقوش لكم من شي بلاصه. وها نتوما شوفوا المنظر ديالهم كيجيو رائعين، هادشي باقي كاع ما طابوا، اما ملي كيطيبوا كيجيو خطيرين. ها نتوما شوفوا اللاطه الثانيه حتى هي راه عامره مزيان بالكريمه وكيجيو باينين. ها نتوما من بعد ما طيبت البغيوش ديالي هذا هو اللون ديالهم، كيجي اللون ديالهم خطير، كيجيو غزالين مفشفشين، كيجيو خفافين، اللي ذاقهم كيحماق عليهم حيت كيجيو فعلا لذاذ بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بغيوش. هنا درت عليهم غير شويه ديال السكر كلاصي، ممكن ما دردروش عليهم حتى شي حاجه. صافي هنا غنقطع لكم وحده باش تشوفوهم مزيان. هنا واخا هكذاك راه الكاميرا ما عطيهمش الحق ديالهم، انا غنقرب لكم وحده شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو خفافين بزاف. هنا غنقطعها لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، راه كيجيو اسفنجيين، كيجيو خفافين، الكريمه كتكون باينه فيهم مزيان، وحتى ملي كتاكلوهم يعني كتحسوا بالكريمه، ماشي فيهم الكريمه قليله ولا شي حاجه، كتحسوا بالكريمه ديال اللوز فيهم كثيره، وكيجي المذاق ديالها رائع. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو خفافين من الواس، كيجيو اسفنجيين. نتمنى هاد لي بغيوش ينالوا الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد.